رحلته انه يبقى قرصان ويلاقي الكنز وهو نايم في قارب خربان بتحركه الرياح. وده ملخص الفصل التاسع لقصه جزيره الكنز لاولى ثانوي. فلو بقى ما شفتش الفيديوهين اللي قبل كده روح شوفهم وتعالى. ثقة جوجو في الرياح قربت توصله، بس هو حران وعطشان وبيلمح اسبانيولا بتمشي ناحيه الشرق وبعد كده الغرب. فجات له فكره ليه ما يرجعش السفينه للكابتن، فيقرب للسفينه ويتشعلق على الحبل ويلاقي نفسه على سطح اسبانيولا، وبيلاقي القراصنه كلهم مرميين على الارض ومبهدلين الدنيا، فبيفتكر ان هم كلهم ميتين. وبعدين بيسمع صوت واحد اسمه هاينز يطلب منه ميه. جوجو الحنون بيروح ويجيب له الميه ويقول له انا اسمي الكابتن جوجو. فهاينز بيبص له بقرف وبيشرب عادي وبيقول له بص يا ابني، السفينه دي انت مش هتعرف تمشي بيها خطوتين، بس لو جبت لي اكل وميه وعالجت جرحي هساعدك. بس ده اكيد كان جرح سطحي عشان جرح القلوب ملوش قطع. ما علينا. جوجو وافق وقال له اوكي، بس هنروح شمال الجزيره، قول لي اعمل ايه. وفعلا الاتفاق كان ماشي زي الفل. جوجو اتعلم ازاي يمشي بالسفينه، بس مش مرتاح لهاينز، وقرصان مش شيخ جامع. وفي يوم وهم قاعدين بياكلوا عادي، هاينز طلب من جوجو ينزل يجيب له ميه. طلب عادي، بس جوجو سابه وعمل نفسه انه نزل وفضل يراقبه. وبيلاقي هاينز بيمسك سكينه من على الارض وبيخبيها، واكتشف انه بقى بيعرف يتحرك عادي، بس هو المستمر. رجع جوجو واداله الميه وهو بيفكر ان اكيد هاينز مش هيأذيه غير لما يوصلوا على الشط. وفعلا هاينز بيفضل يعلم جوجو ازاي يتحرك بالسفينه لحد ما بيوصلوا مكان كله شجر وسفينه قديمه متكسره. وهاينز بيقترح ايه رايك نقف على الشط ده. جوجو بيوجه السفينه للشط، فبتقف بهدوء ركنة كابتن. فرح الواد بالركنة والحماس خده انه اخيرا رجع الجزيرة، ونسي يراقب هاينز واتفاجئ بيه وهو وراه ماسك السكينة وعايز يضربه. هاينز بيقع وجوجو بيطلع المسدس، بس المسدس مبلول فما نفعش. يا خيبتك يا ابو الجناجين. هاينز بقى سريع رغم اصابته، فتيجي على دماغ جوجو لعبة ويحاول يهرب منه. وفي اللحظة دي موجة كبيرة بتضرب السفينة والاتنين بيقعوا على الارض. جوجو بيطلع على الشراع عشان يصلح المسدس، هاينز برضه بيتسلق وراه الاشرعة، بس هو بطيء علشان لسه مصاب. وفي الوقت ده مسدس جوجو بقى جاهز. هاينز قال لجوجو ايه يا واد الشطاره والذكاء ده كله جايبهم منين؟ جوجو اتبسط وبدا يضحك عيل عبيط. قام هاينز مناوله بالسكينه في كتفه، فجوجو ضرب نار وهاينز بيقع في البحر. بينزل الواد جوجو على السطح وهو بيستوعب هو ايه اللي حصل ده وايه كتف المصاب ده، وبعدها بيحس انه خلاص بقى كابتن السفينه، فبينزل الاشرعه وينزل على الشط. تفتكروا جوجو بقى هيبقى اول واحد يوصل للكنز ولا هيعمل ايه؟